ورجعنا لكم مره ثانيه كلام مع ستار في البرنامج ده بتاع مودنيل على نجوم اف ام. ونجوم اف ام على كيفك من اول حلقه، واحنا منورنا في الاستوديو تامر عاشور بنتكلم معاه عن كل حاجه. لكن طبعا زي ما قلنا دايما في اي حلقه لما بيكون معانا ضيف على الهواء اكيد بيكون حق الرد مكفول لو هو اتكلم على اي شخص او اي شركه. فاحنا معانا على التليفون دلوقتي استاذ ماجد سليمان مدير الانتاج في شركه روتانا، واللي عايز يرد على الكلام اللي قاله تامر عاشور في اول حلقه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا بيك، ازيك يا عم؟ انا الحمد لله زي الفل. كنت عايز ارد اقول بس الاخ تامر بس ان هو يعني ليه بيتكلم على شركه روتانا بالاسلوب اللي مش كويس ده. يعني هو نسي ان هو كانت في البدايه بتاعته، انا حضرته من البدايه طبعا. كان مستر سيد امام كان يعني مقتنع جدا بموهبته، كان ملحن، فكان بيجبر الشعراء ان هم يشتغلوا معاه زي الاستاذ مصطفى مرسي، زي ابو عبده، زي نادر عبد الله، زي امير صيامه، زي هنا عبد الكريم. الناس دي موجوده، يعني تقدر حضرتك تتصل بيهم تساليه، وكان هو بيجبرهم ان هم يشتغلوا معاه. هو كان مقتنع بيه كملحن. وبعدين كان في نفس الوقت كانت عامله له مشكله النقطه دي مع الملحنين التانيين اللي هم السوبر ستار في الوقت ده، ان هم ما بيتعاملوش مع الشركه قد ما هم تامر بيتعامل مع كل موظفين الفنانين بتوع الشركه. يعني احنا اللي كنا طبعا ماسكين اختيارات الفنان فضل شاكر، الفنانه اليسا، فكان تامر هيروح لهم ازاي؟ ما حدش يعرفه. فكان مستر سيد امام هو اللي كان بيبعته، يعني هو اللي كان يروح هنا متبنيه فنيا يعني، لدرجه ان هم كانوا في الوسط مسمينه الابن المدلل. هو كان لما كان بيجي الشركه كان بيقول لي بابا سعيد فين يعني كانوا مسمينه تامر امام. فانا مستغرب هو ليه يعني الهجوم الجامد قوي على الشركه من تامر. فيليش بس سوا. طيب ده اول نقطه. النقطه الثانيه هو بيقول في شركتين. هو لما جه مستر سعيد حب ان هو يعني يخليه يغني، كانت مامة تامر كانت رافضه، قالت في يعني باب رزق جاله من التلحين، يا ريت بلاش نقطعه. قال لها لا ما تخافيش، انا مقتنع بموهبته والحمد لله. كمغني مقتنع بموهبته كمغني. نجح والحمد لله. بعد ما نجح في ميشن 1 اللي هو نزل فيه، على فكره دي كانت اول حاجه ليه، ملوش البومات قبل كده يعني. فقال انا في شركه عرض عليا ان انا يعني تمضي معايا. قلنا له الشركه وافقت، لان هي برضه الشركه ما كانتش متمسكه بيه قوي. قالت له اوكي ماشي، يدفع الشرط الجزائي ويتفضل يفسخ العقد. فانا بس يعني حبيت ارد على النقط دي. طيب انت يعني في كمان نقطه العقود التعسفيه اللي كان برضو تامر قالها في اول حلقه، انه بتعملوا عقود للشعراء والملحنين التانيين اللي تامر عايز يتعاون معاهم في الالبوم، فدي كانت نوع من انواع الضغط على انه يخلص الالبومز بتاعته بسرعه. لا بالعكس، هو حته الملحنين العقود دي بتبقى سيستم ماشي عليه للشركه، لمعظم الشركات عشان خاطر تضمن حق الشركه. فده اي حد بيجي يتعاقد مع شركه او اسم شركه روتانا، ما كانش حد بيعمل فيها مشكله من الملحنين، لان ما فيش حصلت معانا مشكله. اللي بيعجبنا من اغنيه لما بيجي يجيب التنازل كان بيبقى الامر بسيط جدا، يعني ما فيش بعكس شركات ثانيه كانت بتعذبهم في حته المقابل المادي بس، انما احنا لا، ما كانش في تعسف. استاذ ماجد اتفضل. بالنسبه انا اسف لا اتفضل. في هو نقطه اتكلم فيها ان هو الالبوم بتاعه اتاخر. احنا كنا يعني مستر سعيد هو اللي بيختار الاغاني بتاعت تامر اغاني على فكره اللي بيختار، لدرجه ان كان في اغنيه في الالبوم الاخير بتاعته اسمها اقدر. اساليه هو مين تامر موجود عندك، اساليه هو اللي جايبها له مستر سعيد. طيب هو كتير بس يعني استاذ ماجد تامر على الهوا برضو عايز يعقب على النقاط اللي حضرتك قلتها، ف هو معاك على الهوا. اتفضل يا تامر، كنت عايز ترد تقول ايه على النقاط دي؟ اولا بس انا ميرسي يا ماجد انك ما سلمتش عليا وانت داخل يعني، بس انا عايز اقول لك انت ثواني يا صاحبي، بتشتغل ايه في الشركه؟ نعم. البوزيشن بتاعك ايه في الشركه بقى؟ انا مدير انتاج. لا يا حبيبي انت مش مدير انتاج، انت بتودي فلوس وتجيب فلوس، ده رقم واحد. لا انا رقم ثواني بس، انا ليك ايه يا حبيبي؟ انا ليا رقم اتنين ما اسموش مستر سعيد، انت تقول له مستر سعيد، انا ما اقولوش مستر سعيد، انا اقول له سعيد. لا. رقم 3 بعد اذنك يا شيماء، رقم 3 اغنيه هو انا بستسلم كلمات مين والحان مين؟ انا بسالك على حاجه. ما ترد، انت مش شغال في الشركه. اغنيه هو انا بستسلم كلمات مين والحان مين عشان اعرف ارد عليك. ايه؟ الو؟ ايوه بيقطع ولا ايه؟ استاذ ماجد اتفضل. اغنيه هو انا بستسلم دي كلمات مين والحان مين؟ انا دلوقتي مش انا برد عليك في حاجات. انت مش شغال في روتانا؟ نعم. مش مدير انتاج في روتانا انت؟ مدير انتاج في روتانا. طيب واغنيه وانا بستسلم كلمات مين والحان مين مش هتعرف ترد، ما علينا. انا مش ماسك لك الالبوم بتاعك. ما علينا لا، اسمك مكتوب في الكفر، اسمك مكتوب في الكفر. خلاص انا ما اتكلمتش وانت بتتكلم، لو سمحت تسكت. الحاجه الثانيه يا حبيبي، العقود بتاعتكم تعسفيه، تعسفيه،
مش موظف في الشركه زيك اللي يطلع يقول له العقود مش تعسفيه، لان العقد ده بيبقى معايا. الحاجه الثالثه مش المفروض ان انا ارد على حد في البوزيشن زيك. الحاجه الرابعه اللي هحدد العقود التعسفيه دي الشاعر والملحن فقط لا غير. وقول لبابا سعيد كل سنه وانت طيب يا حبيبي. وانت طيب. لا. استاذ ماجد بشكرك جدا جدا. الاستاذ ماجد سليمان مدير انتاج في شركه روتانا. هنرجع تاني هنسمع كريم محسن ما بنساش، ونرجع نكمل حلقتنا من البرنامج ده بتاع موبينيل مع تامر عاشور لسه معانا على الهواء. طب احنا متوقعين بقى الالبوم الرابع لتامر عاشور يكون امتى؟ هنستنى سنتين ولا يعني ناس كتير بيلوموك انك بتتاخر؟ هل هيحصل تاخير ولا ان شاء الله عامل توقيت زمني لا طالما الالبوم ما فيهوش روتانا باذن الله هيخلص بسرعه جدا جدا جدا. سنتين؟ اقل من سنتين طبعا. سنه ونص باذن الله.